اساسيات التسويق. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي بنتعلم اساسيات التسويق لهدف ان انت كميديا باير ما بقاش خلاص ينفع ان انت تكون بس بتران ادز على ميتا، بتران ادز على سناب شات، جوجل. لازم تكون فاهم يعني البيزنس بيهايند البراند اللي انت شغال عليه ده. فعشان تكون فاهم البيزنس بيهايند البراند اللي انت شغال عليه ده، اقرب ساينس بيأثر على السكيل بتاعتك كميديا باير هي الماركتنج، لانها مرتبطه ارتباط شديد بالتارجت اودينس، بالبرايسنج، بالحاجات دي كلها. فانت محتاج تذاكرها بشكل كويس عشان لما تكون بتدي ريكومنديشنز او لما بتكون بتحلل البرفورمانس بتاع كامبين معينه، تكون قادر تبص عليها من كل الاتجاهات، مش بس الداشبورد او مش بس الميتريكس الموجوده، او يعني تبص على الميتريكس الموجوده بس من خلال تحليلك ليها تطلع منها بمعنى عن طريق الكونسبتس بتاعت الماركتنج. تمام. طيب زي ما قلت لكم قبل كده، الماركتنج ده علم كبير جدا، في ناس بتقعد سنين بتدرس فيه. فاحنا عشان مش ورانا 10 سنين نذاكر فيهم ميديا باينج، انا مجمع لكم اهم التوبكس من وجهه نظري طبعا اللي انت محتاج تكون شاطر فيهم او مذاكرهم كويس عشان تكون ميديا باير شاطر. تمام. طيب احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها تارجت اودينس ديفينيشن. انت لما تيجي تعمل ميديا بلان او بتارجت حد في دوله جديده عليك، مثلا ليتس سي كويت، فطبعا اودينس جديد، بيهيفير مختلف. فانت ازاي بتعمل تارجت اودينس ديفينيشن؟ ازاي تحدد البيرسونا اللي هي مناسبه للبراند بتاعك؟ فده توبيك احنا محتاجين نذاكره كويس جدا. تمام. في حاجه برضو زي الكونسيومر بيهيفير او كاستمر جيرني. الكونسيبت ده بالذات هيساعدك ان انت يعني على فكره حاجات من التراديشنال ماركتنج او البيزكس اوف ماركتنج دي بتكون مرتبطه بتكنولوجيز حديثه جدا زي مثلا كلاريتي او هوت جار او الحاجات دي. لما تبتدي ان انت تشوف الكاستمر جيرني بتاعك على الويب سايت، يعني ليتس سي مثلا في شخص او انت بيجي لك ترافيك كتيره جدا او لاندنج بيج فيوز كتيره جدا على الويب سايت بتاعك، بس مفيش كونفرجن ريت او كونفرجن ريت قليل. فانت عشان تبتدي ان انت تانلايز ده محتاج تكون فاهم حاجه اسمها كاستمر جيرني. تبتدي تبص على عن طريق تول مثلا زي كلاريتي تفهم الفيزيتور او الشخص اللي بيخش على الويب سايت بتاعك ده بيتصرف ازاي. على سبيل المثال، كان في ويب سايت انا كنت شغال عليه كان ووردبريس، والكونفرجن ريت فعلا كان قليل. ولما ابتدينا نحلل البيهيفير بتاع الكاستمر لما دخلنا عن طريق كلاريتي، ابتدينا ان احنا نلاقي لما الكاستمر بيخش من الموبايل الويب سايت بيديله زي ال HTML فيو، مش بيكون ريتش ويب بيج فيو. فبالتالي الكاستمر بيحس انها بور اكسبيرينس جدا، مش عارف اصلا فين الباتنز، مش عارف فين البرودكتس، فبالتالي بيطلع من الويب سايت وبتتحسب عليا ان هو لاندنج بيج فيو خلاص. فلولا ان انا يعني عرفت انالايز البوينت دي وعرفت ان انا استخدم التولز المناسبه ليها وانا فاهم النقطه بتاعت الكاستمر جيرني، انا عمري ما كنت هعرف فين المشكله لو انا بس ببص على الداشبورد ومش عارف افسر الميتريكس اللي موجوده على الداشبورد دي بتريبريزنت ايه. تمام. طيب دي بوينت. في حاجه تانية بقى وهي الفاليو بروبوزيشن او اليونيك سيلينج بوينت. دول حاجتين لو موجودين في اي براند انت شغال معاه انت هترتاح جدا في تسويق البراند ده، والريزلتس بتاعته هتكون ممتازه. ليه؟ لان انت لو عندك يونيك سيلينج بوينت او عندك فاليو بروبوزيشن كويسه جدا، ده هيسهل لك ان انت تبيع، خصوصا لو هي حقيقيه. برضه يا جماعه الكونسبتس دي انا بديكم قشور عنها بس انتوا محتاجين تتعمقوا فيها اكتر. حاجات زي اليونيك سيلينج بوينت والفاليو بروبوزيشن دي اوقات يعني البيزنس اونر بتكون وجهه نظره مختلفه عن الكاستمر. يعني مثلا ممكن البيزنس اونر يقول لك حاجه هي من وجهه نظره يونيك وكل حاجه، بس هي من وجهه نظره يونيك از بيزنس اونر مش زي ككاستمر. فاهمين؟ يعني لو جينا نقول للكاستمر مثلا ان البوينت دي هتفرق معاك في حاجه، هتلاقيها ان هي ما تفرقش معاه نهائي، فبالتالي ما ينفعش اعتبرها يونيك سيلينج بوينت ولا فاليو بروبوزيشن. فعشان كده البراند اللي انت تشتغل معاه، وبرده يا جماعه عشان بس اكون رياليستيك، مش كل براندز اللي انت تشتغل معاها هتكون عارف تطلع لها يونيك سيلينج بوينت او فاليو بروبوزيشن. لا، هتشتغل مع براندز عادي بتبيع ملابس مغرقه السوق، وكل الهدف بتاعك ان انت توصل للاودينس الصح وتسكيل هيت اند رن. تمام. بس برده كويس ان انت تكون فاهم البوينت دي عشان لو عرفت تطلعها في البراند بتاعك، عرفت تعمل حتى ايموشنال فاليو بروبوزيشن، ان انت مثلا لو اشتريت من البراند بتاعي هتحس بالفخامه، هتحس بالتميز. وعلى فكره ده انا لقيته في براند فاشن قريب جدا واشتريت منهم، لان فعلا انا كنت اول مره اشوفهم بس شفت فيديو UGC ليهم حسسني ان فعلا البراند ده يونيك. وانا لما اشتري الهدوم دي، مع ان انا فاهم ماركتنج، لما اشتري الهدوم دي احس ان انا شخص يونيك ومميز. فبالتالي لما حاجه زي كده دخلت عليا وانا فاهم ماركتنج، ما بالك الكاستمر العادي الافريج كاستمر اللي انت بتارجته، هتفرق معاك جدا. فمهم ان انت تفهم البوينتس دي برضو عشان هتحسن الكونفرجن ريت بتاعك او هتساعدك ان انت تبني يعني ماركتنج مايند سيت. اوكي. طيب في حاجه اخيره بقى وهي اسمها الماركتنج ميكس. الماركتنج ميكس دي اللي هي البرايس، البليس، البروموشن، الحاجات دي يعني هو ميكس كده من 4 بيز يعني، وبيساهم في نجاح اي برودكت، واهمهم البرايسنج. انت اوقات كتيره جدا هتكون شغال مع كلاينت مثلا حاطط لك برايسنج، دايما الكلاينت بيكون بيعتبر البراند بتاعه هو ابنه، فتلاقيه لا ده احسن حاجه في السوق، ده انا هخليه افضل سعر في السوق، في حين ان ممكن حد يكون بيقدم نفس الفاليو بس بسعر اقل. طب الناس هتشتري منك ليه؟ وخصوصا لو هو بيكون لسه بادئ فمحدش عارفه. طب يعني اقنعني ليه الناس هتشتري منك؟ فعشان كده لازم تكون فاهم الاستراتيجي بتاعت البرايسنج، الفاليو، الحاجات دي كلها هتساعدك ان انت تنجوشيت مع البيزنس اونر ان هو ما يغرقش البيزنس بتاعه. لان كتير
جدا بزنس اونرز بيكون معاهم فلوس بس مش معاهم النولج اللي تساعدهم ان هم يساعدوا البراندز بتاعتهم انها تنجح. فانت دورك كميديا باير ما بقاش بس ان انت بتخش تران ادز، لا انت لازم تكون فاهم البوينتس دي عشان حتى قبل ما تبتدي تران ادز خالص تكون قادر تكوميونيكيت مع البيزنس اونر وتقول له لا في 1 2 3 لو احنا اشتغلنا بالطريقه دي من غير ما نصلحهم، يعني بلاش تقول كده بس يعني حاول تجيبها له بشكل ان هي دي فعلا المشكله. يعني بلاش تقول له انا هشتغل كده ولو ما جابتش ريزلتس يبقى هي مشكلتك، لا انت حاول توصل معاه الكومن جراوند. يعني مثلا لو ليتس سي برايسنج بتاعه 3000 بس هو المنطقي 1500، حاول يا عم توصل معاه لحد 2000 بس، فاهم؟ بحيث بقدر الامكان تجيب له نجاح للبراند بتاعه. في النهايه انت كميديا باير مش داخل برضو ايه تربي الكلاينت، انت داخل بتعرض وجهه النظر الصح بتاعتك اللي مبنيه على علم واكسبيرينسز قبل كده حصلت من الناس اللي هم حطوا الكتب بتاعه الماركتنج دي وكده، وبالتالي بتكوميونيكيت البوينتس دي مع الكلاينت. والله اقتنع وعمل بيها تمام، ما اقتنعش حاول بقدر الامكان ان انت تزق مع الدنيا. يعني نخش يا جماعه في البوينت بتاعه التكنيكال سكيلز والتي شيب اكسبيرينس واهميتها. كنت حابب اقول لكم كام ريكومنديشن كده انا هكون حاطط كل الحاجات دي في البرزنتيشن، بس حبيت اقول لكم سريعا ان لو انت عايز تذاكر البيزكس اوف ماركتنج دي فانت في شخصين جم في بالي دلوقتي او انا عارفهم كنت ذاكرت معاهم. يعني حد اسمه ايهاب مسلم وحد اسمه رامي خضير او خضير مش عارف اسمه بالظبط، بس انا هحط لكم كده اللينكات بتاعتهم. ايهاب مسلم التشانل بتاعته على اليوتيوب كويسه جدا بس خلي بالك ان هي مش منظمه حبتين ثلاثه. انا لما جيت اذاكر مع ايهاب مسلم رحت لحاجه اسمها دبلومه التسويق 3 في 1، دي موجوده على الويب سايت بتاع يوديمي بتاعه، فهي يعني حوالي 100 ساعه ولا 120 ساعه بتتكلم في الكونسبتس بتاعت الماركتنج. فدي انت لو عرفت تاخدها دي بصراحه فوق الممتازه وهتغنيك عن اي حاجه تاني، مش هتخليك محتاج ان انت تذاكر يعني ماركتنج تاني، يعني لان هي يعتبر لما كل حاجه في الماركتنج او لما اهم الحاجات في الماركتنج. تمام. في برضه كتب كده زي بتاعت فليب كوتلر ماركتنج مانجمنت برنسبلز اوف ماركتنج، الكتب دي قويه جدا ودسمه جدا بس زي ما قلت لكم كبيره جدا، فلو انت هتقرا منها خليك حريص ان انت يعني ايه تبيك التوبكس اللي انا قلت لك عليها دي. ممكن تبص بصه سريعه كده على الفيرز بتاعهم لو انت لقيت حاجه انترستنج بالنسبه لك ممكن تبص عليها بصه برضه كده هتنفعك. بصوا بقى يا جماعه ليه التي شيب اكسبيرينس في كميديا باير مهمه جدا. انا الحمد لله لما ابتديت الكارير بتاعي كميديا باير انا كنت شغال ديجيتال ماركتنج سبيشالست، فكنت بعمل كل حاجه ليها علاقه بالميديا باينج، كنت بعمل فيديو ايديتنج جرافيك ديزاين ايميل ماركتنج كوبي رايتنج، فده اداني زي ويل راوندد اكسبيرينس في مجال الماركتنج بشكل عام. وبعد كده اتخصصت في الميديا باينج، فانا عارف قيمه الحاجات دي واهميتها لما بقول لكم اتعلموها لانها هتفرق معاك كتيره جدا. اصل انت فكر فيها كده، لو انت مثلا يعني الكامبين بتاعتك مكونه من ايه؟ كرييتيف كونتنت وبعدين بتحط اللينك بتاع الويب سايت بتاعك لللاندنج بيج عشان تكونفيرت الكاستمر. طيب لو انت مش فاهم كرييتيف ايه هو كرييتيف الصح، ولو انت مش فاهم ايه هي الكوبي اللي هتكونفيرت، ازاي تعمل هوك، الفيديو ازاي يكون ابيلينج والساوند بتاعته تشدك والكلام ده كله، ازاي هتقدر تجادج الحاجات دي وازاي هتكون قادر ان انت تستلم حاجات كويسه تنجح الكامبين بتاعتك؟ ما هو معلش لو انت واخد مثلا كوبي ممله جدا او ديزاينز بور جدا او فيديوز ما فيهاش هوك تشدك ان انت تكمل الفيديو اصلا ككاستمر، انت الكامبين بتاعتك مش هتنجح وفي النهايه انت اللي هتتلام لان انت ما استلمتش صح من الديزاينر او من الكوبي رايتر وهكذا. فانت لازم تكون قادر ان انت تجادج الحاجات اللي بتجيلك. عشان كده انا مش بقول لك اتعلم فيديو ايديتنج او كونتنت ديزاين او الحاجات دي كلها، لا انا بقول لك حاول تفهم البيزكس. يعني بيزكس اوف جرافيك ديزاين مثلا في بلاي ليست لحد اسمه جاريث ديفيد، الشخص ده يا جماعه عنده نولج قويه جدا في الجرافيك ديزاين، ممكن تشوف البلاي ليست بتاعته هتديك كده هتفهمك بقى تايبوجرافي وهتفهمك الحاجات كلها اللي تقدر تجادج بيها اي ديزاين. في حد اسمه تقريبا مصطفى سعد ده بتاع كوبي رايتنج كويس جدا، ممكن تشوف له فيديو كده حوالي ساعه على اليوتيوب هيفهمك البيزكس برضه في كوبي رايتنج. يعني في شويه حاجات كده انت محتاج تتعلمهم عشان تكملك الاكسبيرينس اللي عندك في مجال الميديا باينج، وزي ما قلت لك دي حاجات بتاثر في نجاح الكامبين بتاعتك بشكل مباشر، فلازم ما تتهاونش فيها وما تعتبرهاش اكنها تحصيل حاصل اللي يجي لك تحطه في الكامبين وخلاص. لا انت لازم تكون قادر ترفض مثلا الكرييتيف ده، لا غير لي الكونتنت ده، لا الهوك بتاعت الفيديو دي مش كويسه. كتير جدا بتحصل معايا اكون شغال مثلا على كامبين ويجي لي فيديوز ممله جدا لو كاستمر فتح الفيديو ده وفرق عليه ممكن ينام، مش هيدوس على سي تي اي ولا هيروح لاندنج بيج ولا هيعمل اي حاجه، هينام حرفيا. فلا الحاجات دي كنت على طول برفضها، اقول للفيديو ايديتور لا يا باشا غير لي الهوك دي، غير لي الساوند ده، فبالتالي تديك ريزلتس كويسه.